انت في ديك اللحظه بوحدك، انت في ديك اللحظه انت والورقه والناس دايرين بك حاليا، بمعنى غتجبد غير داكشي اللي في مخك. انا بغيت هذاك ليتوديون ما يدوخش، لقيت اللي تشدو ديك النوبه ديال الخوف ما تاثرش ليه على الامكانيات ديالو، بقى مركز، هو غادي تما على واحد الهدف، هو باغي ينجح، ولكن هذاك الهدف راه ضرب عليه تماره، راه سهر وجاد، والديه يحاولوا يوفروا ليه الامكانيات اللي قدروا عليها، هو دار واحد المجهود، الاساتذه هما كذلك عام كامل هما مضاربين معاه، بمعنى الدوله مدرسه الوالدين وجدوا ليه جميع الظروف باش يكون هو ناجح، هو عنده الرغبه. ما تنهضرش على واحد اللي ناعس عام كامل، حنا تنهضروا على هذاك اللي وجد العام كامل، ولكن تتشد واحد النوبه ديال الخوف، تولي بسبب ديك النوبه ديال الخوف ما داخلش يدوز الامتحان، او لا تيدخل الامتحان تتشد ديك النوبه ديال الخوف تنسى عليه كل شيء، تيتخلط عليه كل شيء، وتيولي هذيك الفكره ديال غنسقط هي اللي مسيطره، والفكره ديال غنجح تتولي صغيره، تبقاش يشوف. حنا بغينا هذيك الفكره ديال غنجح هي اللي تكون مسيطره، بمعنى انه يثق في راسه. حيت علاش؟ راه دار مجهود، راه حضر، راه قرا، راه فهم، بمعنى درتي بجميع الاسباب باش تكون ناجح، وما تخليش الخوف يلعب عليك ديك النهار. ركز، قول انا وصلت لهنا موجد، خدمت على المشاكل ديالي، ما خصنيش نابوندوني. قال لك يوم الامتحان يعز المرء او يهان، اللي خصو يتهان هو اللي ما دارش بالاسباب، هذاك ما مسوقش، داخل باغي ينقال، باغي ينجح باي طريقه. صعيب يكون واحد الانسان ناجح في حياته، ولكن واحد الانسان اللي حضر ووجد واجتهد وتقاتل وصار وضرب وجاع وما كلاش وما غسلش لا، هذاك بغيتو انا نهار الامتحان يكون مركز، يكون 100% باش يحط داكشي اللي كاين في دماغه ويجبدو في الورقه. والخيبه هي انه بعض الوليدات ابوندوني الامتحانات، هو في الحصه ديال المات هو تيخرج الفيزيك، ماشي حتى لهاد النقطه، ولكن يعني مودر ليه كل شيء، خصو يركز، خصو يستعن بالله عز وجل، يصبر ويثق في راسو بانه راه ما كاين حتى حاجه صعيبه، راه داكشي اللي حضروا العام كامل راه هو اللي غيلقى في الامتحان. بالتركيز هو ثايق في راسو بانه غينجح ان شاء الله.